هلا هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله كله بخير يا رب، صحة وسلامة على الجميع. نبدي فيديونا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. شلونكم؟ شخباركم؟ مشتاقة لكم كلش هواية والله العظيم. الواحد تنزل فيديو بس والله ما لحقت، 100,000 شغلة وشغلة صارت عندي، فاليوم قلت لا والله انزل صورة. يلا بلشت السحقات، انتو اختي سحقات بعد. قلت خلي انا امنتج لي فيديو وانزله للحبايب خلي يشوفوا توكلوا بكم اني. تدرون بيه بعد ابلش وياكم يوميا من المطبخ، ابلش وياكم من الريوق. ما ادري ليش انا احب الريوق بنات، احب اسوي مع ذاك انا اسوي عشاء اسوي غدا. بس الريوق ما ادري ايش قاعد مصحصحه وهيك كلي نشاط. فقعد بس اصور. هنا أنا شنو سويت؟ الماعون هذا المعدل اللي دائما أسويه أني، خيار على طماطة على فلفل حار فلفل بارد بصل ليمون زيتون، مرات إذا عندي أي شي عندي بالثلاجة أسوي هيجي وأخليه وياه، جهالي كل شي يحبوه وإحنا كل شي نحبه. وسويت هالمخلمة الطيبة اللي بدون لحم، كل السهلة، طماطة بيض بوتيت بصل، وأحمسهم وأسوي مثل القرصة وأقطعهم قطع تصير تخبل بنات كلش طيبة. فالحمد لله والشكر، سهلنا وسهمكم ألف عافية. طبيت الغرفة هنا، طبعا راح أسوي تنظيفات اليوم لغرفتي. بس صراحة بنات شفتوا الشربايش قد مقلوبة كانت، مقلوبة قلب. فعفتها أنا على مثل ما هي صورتها، والله لا رتبت ولا هاي. قلت عمودي يشجع الحبايب يقومن ينظفن يرتبن يعدلن، مثل إذا ما عندك مجال أو تعبانة أو متكسلة، كلياتنا مرات نتكسل ما بينا حيل والله العظيم. قابل احنا الرجل الحديدي يعني تلقونه ليل ونهار. ليل ونهار نشتغل، هم ما تجي اوقات يعني ما بينا حيل، بس نشجع شوية شوية. الحمد لله والشكر الف الحمد لله. فالتعبانة وما بيها حيل تقوم تنظف تعدل ترتب، تسوي لها طبخة حلوة، تسوي لها شي حلو. الجهالها والله ما لها غير بيتها الصراحة والله العظيم. المرة هي شلها غير بيتها وجهالها ورجلها، يعني هو مملكتها، نقول هو هذا مملكتها. أنا بالنسبة لي والله يا بنات كلش أحب يعني بيتي الحمد لله والشكر. من أطبخ الطبخة أنا حابتها الطبخة يعني، وأفكر بيها، ومن أسويها من قلبي يعني، وصدق تطلع طيبة. لو إيش ما أسويها ما تطلع، يطلع طيب، فالحمد لله والشكر. نفسيتي بالأكل كلش طيبة يعني، الحمد لله ألف الحمد لله والشكر. زين حبايب قلبي، هنا أنا شنو نظفت الغرفة، قلت لكم طبيت الغرفة. مسحتها، طبعا يدرون بيا مديشة قناتي البنات يعرفون إنه هاي غرفتي قديمة. طبعا ردت أبيعها بنات من ريحة الأربيل، ونشرتها على الفيس، ما شاء الله احترق الفيس، حرق علي والله، مو عبالة غرفة. بس شنو أنا ما كنت يعني ناشرتها بسعر غالي، بسعر يعني شوية هلو إنه هو صارت يعني الفيس، وآخر شي مسحت المنشور قد ما يعني جت ناس عليها، وأنا جت بأربيل يعني ما أقدر، فالحمد لله زين ما بعتها الحمد لله والشكر. فهي تدرون بي أنا جبتها أصلا من أربيل، يعني كانت بأربيل وجبتها. فالحمد لله والشكر. هنا أنا شنو نظفتها ومسحتها بنات. شوفوا ورا الكاميرا مثلا مو أمسح الوصلة رطبة، وراها شنو أجيب وصلة ما مبللة وأرجع مقاط ثاني على على الغراض، هيك يعني متعودة. يعني مو تشوفون انتو هسه مثلا بالكاميرا نطلع هيك شوي، لا والله أنا أمسح هسه مو هذا القاط مسحته، أرجع مرة ثانية بوصلة ناشفة أرجع أمسح مرة ثانية. رتبت الشرباية رتبت الغراض، مسحت الفراش كله كنستها مسحتها خليتها تخبل، طفيت ضوها وطلعت من عندها، واروح همين لغرفة الاولاد للهول. هيك يعني اني نظامي ارتب شي واسد بابا واكمل من عندها، يعني كل شي اكمل من عندها، كنس مسح ترتيب كل شي، واقفل بابها واطلع من عندها. فالحمد لله والشكر. هنا أنا شنو عندي هاي الجنطة راح يومي هذا ابني مو يروح للنادي، الجنطة مالته لا يعوفها بالسيارة لا يعوفها بالغرفة، أجري الملابس ألقاها يعني مبللة. أقول له رأسا من تجي من النادي خلي لي إياها بالحمام، عمود أعرف عمود رأسا أخليهم بالغسالة. فالحمد لله والشكر. هنا أنا شنو شفت العلج والعطر وال والمطارة ترس لي إياها ترس. هاي يومية بنات، هذا يومية الروتين مالته والله العظيم. احطهم بالغسالة، غسلتهم لانه شوفوا حطيت تايت هواية وراح اوقتها ساعة و13 دقيقة، لانه شنو صاير شلون مبللات، صاير شلون الريحة بيهن، فعفتها ساعة و13 دقيقة، طلعت لي هني خبلا. ووجبتين كان عندي ملابس يعني مو وجبة واحدة. شوفوا وقتها ساعة و13 دقيقة، جلفت لي جلفة معدلة.
وشريت الملابس قلت لكم، وحطيت مرة ثانية. شوفوا الشعارات ما تجيني إلا من أنا منتج. ووجبة ثانية عندي هنا، أنا طلعت المطارة راح أغسلها وأترسل هي مي، وأحط هي بالثلاجة. عباك إحنا بالمدرسة والله يا بنات، ما عبالك كبرة وصاروا زلم هسه، المفروض يعني يعتمدون على أرواحهم. أبدا، أنا جهالي كلش معتمدين علي والله العظيم، يعني اعتمادهم ما أدري. يعني أنا ذاك اليوم شفتهم من رحت يم أمي، يعني بنات ما أطلع يعني من النوع اللي أطلع مثلا أبات يومين ثلاثة وأعوفهم، ما أقدر. فوالله من رحت لأمي وإجيت متبهذلين خطية، يعني هو يوم واحد. فالحمد لله بعد هاي معودتهم على هذا الشيء. مشكلة الواحد من يعودهم هم صغار لحد ما يكبرون، فمعتمدين اعتماد كامل علي. ملابسهم كون أنا أطلعها، أصفط الملابس، أصفط الملابس الداخلية، المدري شنو. وهذا ابني الكبير من النوع اللي يريد كل شيء غراضه كل شيء مرتب. الهدوم المادري شنو، الغرفة معدلة مرتبة معطرة مبخرة، هيك يريد. فاحنا شو نقول الحمد لله والشكر. بعد احنا عودناهم على هذا الشيء، مو يجي بعد يعني ما عودناهم نقول لهم لا ما نقدرها، خلاص تعودوا على هذا الشيء. هنا شنو مال الثلج طلعتها، طبعا هاي المكعبات طلع ليها كلش كبيره، جبتهن جاب لي هنا ابو عبد الله. ومال الثلاجه شفتوا مكعبات كلش صغيره. فهذه لا والله زينه، يعني طلع مكعبات كبيره. انا حتى اللبن يحطونه ثلج، البيبسي يحطوا له ثلج، المي يحطوا له ثلج. فالثلج صدق يعني ما يلحق عليها يوميا، اني اترسهم هذني مال الثلج. والجراره شفتوهم مال الثلاجه يوميا متروسه ثلج. فالحمد لله والشكر. هنا هذا شنو تم جاب لي ابو عبد الله، يمكن 10 كيلوات والله ما اعرف ايش قد. اي 10 يمكن. ففرغت من عندهم بالعلبة، والباقي راح اجيب سطل وهمتين افرغه بيه، لانه قلت على مود من يخلص هذا اجيبه اخليه بالعلبة الثانية. هذا التمن انا مستعملته من قبل باركي كل زين بنات، شو اسمه باختياري. حبايته طويلة وحلو يعني، طيب كلش طيب. طبعا هم عندهم منطقة اسمها باختياري كلش راقية بأربيل. ما ادري التمن ليش سموه باختياري ما ادري. اكو يعني صلة بين هاي المنطقة او بين باختياري، او شنو هو عندهم باختياري مثلا عندهم بالكردي ما اعرف. فمنطقة كلش حلوة، أنا رايحة لها هذه المنطقة اسمها باختياري، كلش حلوة وراقية جدا، يعني بيوتها تخبل شلون عندنا المنصور يعني ببغداد، كلش حلوة بيوته. الحمد لله والشكر. هنا أنا شنو بنات، قلت خلي أطلع الملح. بعد أنا طلعت الأشياء، ترست مال الملح وما كان بيها شوية، يعني عمود أدب تشيس. كان تايت ما عندي كلش، هم زين الحمد لله والشكر. جاب لي تايت أبو عبد الله وياه. تايت هذا هم أنا مستعملته بأربيل كلش زين، هم كانوا مسوين عرض عليه. فجاب لي 3 كيلوات. شوفوا مال التايت فارغة ما بيها. فشنو ترستها، يعني حطيت بيها تشيس ويمكن كيلو. حطيت التشيس بيها، وتشيسين ضميتهم يعني بالمغسلة جوا. صراحة كلش ما يلحق علي، يعني لا القاصر ولا التايت ولا الزاهي يعني مال الملابس، كلش ما يلحق علي. ففرغتهم قلت لكم ذنيك حطيتهن بالمغسلة. الحمد لله والشكر. هاي هنا أنا شنو هم جاب لنا وياه تين، وجاب لنا وياه عنب. التين نصه ممرود يعني بالعلاقة، ونصه لا والله زين. اما بالنسبه للعنب، العنب طيب بس هوايه بيه فصم. بس طيب هو شيء على شيء طيب، احنا زراعتنا تخبل ماكو من عندها. فالحمد لله وشكرا. غسلت هاي وطلعت لي ماعون هيجي، قلت على مود ابرده. هاي هنا انا طلعت بعد ما محبوسين مدري ايش كم يوم بالبيت. هذا المحل طبعا رحنا للحله، من رحنا ذاك اليوم انا وابني. فتفاجأ عبد الله من شاف هذا عندهم بالحله مفتوح زباري. فقال ايه بالحله مفتوح واحنا ما عندنا بالنجف مفتوح. سبحان الله يدرون بي. ورا ايش كم يوم جاني قال لي ماما فاتحين فرع هنا بالنجف، ما شاء الله كلش ازدحام عليه يعني من رحنا. هو ماركة معروفة يعني. شنو كان كلش ازدحام بالنكهات بالريد بول، بالفراولة بالما اعرف شنو، يعني كلش طيب بنات. شو اسمه مالتهم الازبري خبل. فشربنا بيه كان كلش طيب. هو يوميا من يطلع من يروحوا اصدقائي يشربون. قلت له 6 يومية تروح، خلينا نروح احنا همين نريد نشرب. فقال له ابو عبد الله، قال لي علي من تقول لي لا عم مشي انا اوديك. فودانا رحنا شربنا والحمد لله والشكر. افترينا شويه بالليل
ورجعنا للبيت. طبعا هاي شنو سويت؟ عشاء هنا أنا بنات، هذا عشاء. كان عندي صدر دجاج طلعته وخليت له شو اسمه، شفته تبلته شوي مو هواية، خليت له شو اسمه هيل خليت له شو اسمه ثوم، ثوم مطحون، بصل مطحون، باربيكا حمراء يعني، هي سوت لونه هيجي، وملح، وها هي ما خليت يعني، هن هذني اللي خليته شوي يتبل. وبعدين عندي هذا البصل والفلفل الالوان. الفلفل الالوان صراحه انا كنت مجمدته يعني فرزته. شوفوا عازه الفلفل، ليش انا من اجيبه وافرزه؟ لان صدق عازه، لانه هاي الاكله كلش تحتاج هذا الفلفل الالوان، تحتاج الافطر ما عندي كان، وسويناه يخبل بنات كلش طيب. الصلصة هاي يا بنات، هذه الأكلة يرادلها البيكيو، يخبل بنات وياه مدخن. فأنا شو سويت هنا؟ أنا سويت مايونيز، كاتشب، وشوية باربيكيو، وخليه ويا السندويشات بنات، صار طعمها يخبل والله العظيم، عبالك يعني من برا ماكليه، يعني كلش طيبات صارن. فالحمد لله والشكر. كانت هذه الأكلة مالتنا فاهيتا. صراحة يمكن أنا ثالث مرة أو رابع مرة أسويها، كلش يحبوها يعني الجهال. فسويت لهم إياه خطير العشاء، وكان طعمهم كلش طيب. سهم ألف عافية. وهنا يخلص الفيديو مالتنا، أقول لكم باي باي.